لا 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 والله العظيم، عاش عليكم عاش عليكم. يقول لك مفاجأة طلائع الجيش تهزم الزمالك وبتخرجه بره كاس مصر. فين المفاجأة فين طيب؟ يعني ممكن تقول لي المفاجأة ايه؟ انت من الاول شايف ان البطولة دي هتبقى عائق عليك ان انت تريح لعيبتك؟ يا عم انسحب. يعني ايه لعيبة بتلعب في الزمالك مش عارفة تباصي؟ لعيب رايح انفراد اعمل فاول يا عم، اطرد. ما انت لو ما اتطردتش في حالة زي دي هتطرد امتى؟ لعيب غبي لعيب غبي. لعيب الكوره ده يعني من مواصفات ان لعيب الكوره ان هو لازم يبقى لعيب ذكي. من الاول مش هتبقى مهتم بالبطوله ومش عايز تكسبها يبقى تنسحب منها، ولا احنا فاتحين بس نقعد نتريق على الاهلي لما انسحب من كاس مصر؟ ما هو كده عمل الصح. لكن تظهر بالمنظر دوت وانت المفروض الزمالك، يعني انت لما تبقى داخل البطوله يا اما داخل تاخدها يا اما ما تلعبهاش. اتمنى بس يكون مجلس الاداره مبسوط من القرف اللي بيحصل ده. يقول لك ناشئين ناشئين يا عم، هو في ناشئين بالمنظر المقرف ده؟ ناشئ مش عارف يباصي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خسارة نادي الزمالك أمام طلائع الجيش وخروجه من دور ال16 فضيحة، كارثة يتحملها مجلس إدارة نادي الزمالك الفاشل باقتدار. الفاشل باقتدار. مجلس إدارة حرام تقعدوا على كراسيكم. أنا عارف إن أنتوا بتسددوا فواتير، أنا عارف ومتأكد. يعني عدم لعبك باللعيبة الأساسية اللي هي ما تعبتش السنة دي ولعبت في بطولة الدوري والكونفدرالية أنت بتريحهم. أمال النادي الأهلي يعمل إيه؟ يعني النادي الأهلي اللي هو السنة دي لعب السوبر، ثم السوبر الأفريقي، ثم دوري الأبطال، ثم السوبر المصري، ثم كاس عالم الأندية، ثم معرفش الدوري، ثم الكاس، لعب ماتش في الكاس. واخد بال حضرتك؟ ده غير الدوري. كام بطولة؟ 8 بطولات. خد هو منهم ايه بقى؟ جاب 4 بطولات ولا 5. يعني خد البطولة الأفريقية، خد 3 في كاس العالم، ماشي. الاتنين سوبر خسرهم، خد الدوري وكان خد الكاس بتاع مصر، كاس مصر اللي بتاع السنة اللي فاتت. يعني 4 5 بطولات لم منهم. انت خدت من الدوري والكونفدرالية وكاس مصر مرتين، خدت اللي هو الكونفدرالية بس، و3 بطولات خسرتهم. طيب المحصلة ايه؟ ان انت مفروض الكاس. وقد كان الزمالك يخسر بركلات الترجيح من طلائع الجيش. مستنين ايه يا جدعان؟ واحنا اللي بيقود الهجوم عندنا ناصر مفسي. يعني اقسم بالله ماتش في اول 10 دقايق كنا نقدر نخلصه سكور. ونعمل ايه في مدرب مقتنع بروقه وسايب زياد كمال ومحمد شحاته على الدكه؟ طيب قلت دونجا مستبعده وبتريحه عشان السوبر الافريقي وقلنا لك ماشي. زياد كمال ومحمد شحاته ما بداتش بيهم ليه؟ زائد الزناري، انت بتعمل ايه يا زناري؟ بالله عليك بتعمل كوره في اخر دقيقه خلاص، هجمه مرتده، دي جون، دي انفراد بجون، ما تقدرش تكسحه، ما تقدرش تشيله وتاخد طرد. هنعمل بامك ايه تاني؟ ما خلاص باقي دقيقه. اطرد نفسك. بتلعب مباراه من غير مدرب ومن غير لعيبه ومن غير جمهور وعلى ملعب السلام كمان. ده احنا الحمد لله اللي احنا وصلنا لركلات الترجيح اصلا. وحتى لو كنا كسبنا بالحظ في ركلات الترجيح ما كناش هنكسب في الربع نهائي ولا السيمي فاينال ولا الفاينال. ده انت كل 3 ايام هتلعب مباراه، والفاينال هيبقى في برج العرب. الزمالك بيودع كاس مصر بعد الخساره ضد طلائع الجيش 5-3 في ضربات الترجيح. المباراه ضيع فيها ناصر منسي الفوز على الزمالك بهيفي سكور بالمعنى الحرفي. كان الزمالك كان كسبان 1-0 لحد اخر لحظه في الوقت الاصلي من المباراه. في الدقيقه 96 الزمالك بيهاجم بالشكل ده، مفيش اي تحفظ دفاعي. وهدف طلائع الجيش اليوم ضد الزمالك كارثي ضمن كوارث دفاع الزمالك في الموسم ده اصلا. محمد حمدي زكي معمول له الاسيست من نص الملعب ومنطلق انفراد من نص الملعب بالمعنى الحرفي مع الزناري اللي باع نفسه بمنتهى السذاجه عشان حمدي زكي يسجل هدف التعادل. احلى حاجه ان الماتش خلص وطلائع الجيش كسب الزمالك وصعد دور الثمانيه وريحنا من العك والقرف اللي بنشوفه دي. 120 دقيقه الواحد اقسم بالله ما عايز يتفرج على دوري ولا كاس ولا اي حاجه ولا عايز يشوف وش اتحاد الكوره. الاهلي ريح دماغه وانسحب وراق دماغه وخد كام بطوله وراق، انما احنا لا معانا بطولات وانا كده طالعين بصفر. فكان احسن لنا نطلع بكرامه وخلاص من ايه ونروح نصيف في الساحل، يعني نروح مراسي ونراق دماغنا. طبعا بقى احنا عارف زي كمان بقول لهم هيشطوا والعقد اللي احنا عاملينه معاه بند الشراء كده مش هنشتريه ويضيعها ويروح للنادي بتاعه وخلصنا من الليله دي كلها.
يعني احنا يا برو ولا عرفنا نعمل زي الاهلي وننسحب من كاس مصر، ولا حتى عرفنا نكسب طلائع الجيش. خساره الزمالك من الجيش في الكاس مش مفاجاه بالنسبه لي بسبب اللعيبه العرر اللي موجوده عندنا. جيل من اسوأ الاجيال اللي مرت على الزمالك، وسكواد اقل ما يقال عليه انه فعلا سكواد عره، واقسم بالله لعيبه لا تصلح انها تعدي من جنب نادي الزمالك مش تلعب فيه. واحد زي ناصر منسي ده انا مش عارف جه الزمالك ازاي ومحسوب علينا مهاجم ازاي، واصلا ازاي لعب كوره وعدى من اختبارات الناشئين. طب واحد زي مصطفى الزناري برضو ازاي ده سيرد باك، ازاي قلب دفاع؟ لك ان تتخيل يا صديقي ان انا واحد زملكاوي وكل الزملكاويه عندهم عرر في فرقتهم، على راسهم ناصر منسي ومصطفى الزناري. الزمالك يا برو محتاج ثوره تطهير في الفريق، واشباه اللاعبين دول المفروض يمشوا. يا خبر اسود، وانا هقول لجمهور الزمالك ازاي على الكارثه دي؟ هم ناقصين كوارث، زمانهم دلوقتي قاعدين زعلانين. بصراحه كده جمهور الزمالك انا عندي لكم خبرين، خبر حلو وخبر زي الزفت. ابتدي بانهي الاول؟ ليه يا زمالك بتعمل فيا كده؟ ده انا جمهورك حبيبك بشجعك نعم، كوارث ايه تاني اكتر من اللي احنا فيه؟ خش عليا يا سيدي في الاول بالخبر الوحش وفرحني في الاخر بالخبر الحلو. الخبر الوحش ان احنا للاسف خرجنا بموسم صفري، موسم كارثي، موسم زي الزفت. والله بجد ما انا عارف ان احنا خارجين بموسم كارثي مش صفري، ده الخبر الوحش يعني. امال ايه هو بقى الخبر الحلو؟ ان الموسم ده انتهى خلاص الحمد لله، ما عادش فيه بطولات تاني نخسرها، لانه ما فيش بطولات تاني نشارك فيها، خلاص كل البطولات خسرناها خلاص، والموسم ده اتقفل. فنركز بقى في الموسم الجديد. تصدق انت معاك حق فعلا، بتتكلم صح. الحمد لله يا جدعان، احنا اي نعم خرجنا بموسم صفري، بس الموسم ده خلص خلاص يعني. نبص بقى لنص الكوبايه المليان ونحاول نصبر بيه نفسينا، ونشوف هنعمل ايه بقى قدام النادي الاهلي في السوبر الافريقي، وربنا يسترها علينا، ونشوف الزمالك عايز يعمل معانا ايه تاني، ما احنا بنحبه برضه مش هنسيبه. باي 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 الزمالك بيودع الدوري وبيودع الكاس وهيودع السوبر الافريقي، وخدوها ده كلام مني وانا عارف انا بقول كويس يا جدعان. الزمالك من يوم يعني النهارده ما يستحقش الفوز. اللعيبه ما عندهاش، مش عارفه تمسك نفسها اخر دقيقه في المباراه. شفت الزناري بيعمل ايه يا جدعان؟ الزناري مفكر نفسه روبرتو كارلوس، بالزحلق على الكوره. يعني مستعجل على ايه؟ انا مش فاهم انت مستعجل على ايه اصلا. خلاص الزمالك ودع الكاس وودع الدوري وهيودع السوبر الافريقي زي ما انا قلت لكم، وانا متاكد وانا واثق انا كلام انا بقول. يا جدعان يا اخي ده انت كسبان، اتكسف على دمك يا اخي بجد. انت لسه خسران منه في الدوري 3-1، يعني جيت النهارده تقدمت، كنت فايز اخر دقيقه يا اخي، مش عارف تمسك نفسك فيها بجد. يعني حرام يا جدعان اللي احنا بنشوفه ده. حتى ضربات الجزاء بنخسرها برضه، وانا مش فاهم لحد الان. يعني ما شفت الصفقه نادي الزمالك كل يوم، اشرف بن شرقي خلاص في الزمالك، ده في الزمالك، طارق حامد راجع، الشيمي جاي الزمالك. فين يا جدعان الصفقات يا جدعان؟ انا ما شفتش الزمالك لسه بيعمل على صفقه. يا حسين يا نبيل فين الصفقات بجد يا اخي؟ طب مش عايزين صفقات، بس في لعيبه ما ينفعش تلعب في نادي الزمالك، بتكلم بجد وربنا. لو انا بلعب ابقى احسن منهم. انت عندك الزناري ما ينفعش يلعب خالص في نادي الزمالك حرفيا، ولا رؤى يا جدعان، ولا سامسون، ولا ناصر. باي باي الزمالك بيودع الدوري وبيودع الكاس وهيودع السوبر الافريقي، وخدوها ده كلام مني وانا عارف انا بقول كويس.